مشاهدينا الأعزاء، ضمن لقاءات الدورة السادسة لكأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة على استاد مدينة زايد الرياضية، جرت بعد ظهر اليوم مباراتين انتهت الأولى بفوز الفريق العراقي على الفريق العماني ب4 أهداف لا شيء، سجلها حسين سعيد في الدقيقة 24 وعدنان درجال في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وحسن فرحان في الدقيقة 30، ثم عدنان درجال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني. ناظم إلى عدنان درجال. عدنان يعدل بيحطها بالجول، بيحطها بالجول، جول عدنان درجال، يلعب في خط الدفاع، ظهير عدى من الاولاني ومن الثاني وحطها بالجول. هذا عدنان درجال، هذا عدنان رقم 2، وهذا المدافع العماني وحارس المرمى اخذها منهم وحطها بالجول. خبره اللاعب عدنان درجال صراحه لاعب دولي كبير. فلاح حسن الى حارس محمد، ناظم شاكر، هادي احمد، هادي حسين سعيد، وفي خطأ على الفريق العماني خارج خط 18، في خطأ. من راح يلعب الخطأ؟ لعبة الكرة تنحط بالجول. الله، حلوة. حسن فرحان لاعب المنتخب العراقي، عمره 28 سنة، لعب حوالي 50 مباراة دولية. هذا عدنان درجال احرز الهدف الثاني، توصل الى 9. هادي احمد الى عدنان درجال بيحطها بالجول. بيحطها بالجول. الله، جول عدنان درجال في الدقيقة 45. عدنان درجال لاعب المنتخب العراقي يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 45. هذا التاريخ عيد نقطة، يعني مثل الدورة الرابعة اللي فاز فيها المنتخب العراقي على منتخب عمان 4 فوز، طبعا ما ينزل. في الدقيقة 45 من الشوط الثاني اللاعب العراقي عدنان درجال احرز الهدف الرابع لصالح المنتخب